السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو أيضا جديد انتقالات واهتمامات الفرق الأوروبية باللاعبين المغاربة. انتقلوا ديريكت عند اللاعب ديالنا المغربي عبد الصمد الزلزولي، والاهتمام ديال النادي الإيطالي اليوفي باللاعب عبد الصمد الزلزولي. الاهتمام راه جا من المتابعة ديالو مع الفريق ديالو أوساسونا، والموسم الواعر اللي دار معاهم، ودابا راه رجع للفريق الكتالوني. وأيضا المتابعة كانت ليه والأنظار كانت عليه حتى في كأس إفريقيا الأقل من 23 سنة، وكنتمناو اللاعب ديالنا عبد الصمد الزلزولي كل الخير بإذن الله. وانتقلوا دابا عند اللاعب الموالي اللي هو ياسين بونو، الحارس المرمى ديال المغرب، واللي كنتمناو ليه حتى هو كل الخير. الاهتمامات جاو من الفريق توتنهام، وايضا بايرن ميونخ، وايضا الانتر. هاد الفرق هادو اللي بغاو يضموا الصفوف ديالو يعني، واهتموا به، ماشي مره ماشي جوج، هما كيبغيو لك اللاعب المغربي، واللي وبغاو شحال من مره يعني كيقولوا لك راه مهتمين به. وكاين شي فرق بحال بايرن ميونخ راه كانت بغاتهم شحال هادي، وكانت داخله عليه يعني في الميركاتو الشتوي، الا باقيين عاقلين. فكنتمناو اللاعب ديالنا ياسين بونو كل خير. ونتمناو ليه شي فريق يكون زوين وغيليق معاه والمستوى اللي كيدير، وما شاء الله عليه. ونتمناو ليه كل خير. ودابا ننتقلوا عند الجديد والجديد ديال عبد الحميد الصابري. وعلى السريع، عبد الحميد الصابري راه دابا بدا ليك مع النادي فيورنتينا، وتقدم مع النادي الفيورنتينا الإيطالي، وغيلعب دابا لجانب اللاعب ديالنا أمرابط المحارب. ونتمنوا لهم كل خير. هادو هما اللاعبين ديالنا المغاربة والجديد والجديد ديالهم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام. والسلام عليكم.